السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. في بداية الفيديو منساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو يا شباب بيتكلم عن الانجاز الجديد بتاع تحديث الجديد، اخر تحديث لبابجي موبايل، وهو تحديث الباندا. والانجاز اللي انتوا شايفينه ده يا شباب نزل باسم اتحاد الحراس. المشكله الوحيده في التحدي ده يا شباب انك لازم تكون معاك 3 اشخاص من صحابك، اللي هو تكون سكواد كامل مكون من 4 اشخاص، وكل شخص لازم يكون معاه عنصر مختلف ويكون مقفل التارجت بتاع العنصر. يعني انا هشرح لكم كل حاجه حرفيا في الايفنت ده عشان خاطر تعرفوا تجيبوا الانجاز ده بالظبط وتخلصوه بكل سهولة. بس لازم يكون معاك تيم يكون من صحابك وتكونوا فاهمين بعض عشان لازم تكسبوا الجيم. مبدئيا كده انت هتنزل جيم رينجل او ايا كان الخريطة انت هتنزلها في المود، هتنزل وتنزل اي مود من الحاجات ديت اللي هو اللي بتبقى موجودة اللي فيها الصناديق اللي انت بتفتحها والكلام ده عشان تجمع شظايا. اول ما تنزل مود يا شباب بتجري تدور على الصناديق ديت عشان تجمع الشظايا اللي انت شايفين انا بلمها قدامكم على الشاشة ديت. وفي نوع من الصندوق، النوع اللي انتوا شفتوه هناك دوت، ده النوع ده بتروح تفتح الصندوق عادي وبيتفتح على طول اصلا، بتقف عند الصندوق وبتجمع شظايا اللي بتقع لك، وده بيوقع لك شظيتين بس. وفي النوع التاني يا شباب، النوع التاني اللي هو صندوق الجرس، ده بتقف على الجرس وبتشوف الارقام المكتوبه اللي هو 2 3 5 بالترتيب، فانت بتضرب في كل جرس بالرقم بتاعه طلقه واحده وبيفتح معاك الصندوق تلقائي. والصندوق ده بيوقع لك 4 شظايا يا شباب، وده يعني كويس جدا. فانت هتجمع لك في الجيم بتاع 25 20 شظيه بالكتير، حلوين قوي يعني مفيش مشكله. يعني لو عملتهم في جيمين انت ليك 40 بس في اليوم، فانت هتجمع ال 40 دول جمعتهم في جيم، في اتنين، في تلاتة، مفيش مشكلة. اهم حاجة لما تجمعهم بعد كده بتروح على الفعاليات تختار حدث صراع العناصر، وبعد كده تدوس على انطلاق. هيدخلك على حدث ده تلقائي كده يا شباب، وانت معاك 4 عناصر بتختارهم، في عنصر الرياح وعنصر النار وعنصر التالت اللي هو الطبيعة، والعنصر الاخير اللي هو عنصر الماء. انت بتختار عنصر واحد هتلعب عليه، واصحابك التلاتة بيختاروا عناصر مختلفة. اول ما تجمع الاربع عناصر انت اول حاجة بتروح تعملها بتعمل دمج للشظايا اللي معاك ديت. انت معاك 12 شظية مثلا، فانت هتعمل دمج، انت عايز تجمع 100 شظية لكل عنصر. العنصر الواحد اللي انت تلعب بيه هتدوس على دمج، وبعد كده تدوس الاقصى وتدوس حسنا. كده انت قفلت عنصر. انا قفلت معاه مثلا عنصر النار، بدوس على كلمة دمج، كده انا خدت الشظية الكبيرة بتاعت عنصر النار، كده انا هلعب بعنصر النار. فانت كده محتاج التلات عناصر التانيين يبقوا معاكم في الفريق عشان خاطر تقفلوا المهمة. واول حاجة بتعملها انك بتنزل الجيم وبتلعبوا على المكسب. انت لو كسبت الجيم وكل واحد فيكم مختار عنصر مختلف عن التاني، اول حاجة بتخلصوا جيم واحد بتحسب لك انجاز، والانجاز اللي بعده 4 ايام. يعني انت لو كسبت 4 ونات مع الفريق بتاعك بالاربع عناصر المختلفين انت هتاخد الانجاز على طول. وبكده يبقى انا شرحت لكم ازاي تعمل انجاز اتحاد الحراس وبسهوله جدا. انا اسف طولت عليكم في الشرح، بس لازم افهمكم واحده واحده عشان خاطر يبقى انتوا فهمتوا الانجاز ازاي وبيتعمل ازاي، وتبقوا عارفين كل حاجه في الانجاز. طبعا يا شباب ما ننساش ان في عندنا لبس الباندا، ده جامد جدا. اللبس ده هيجي لك لما تجمع 500 شظيه هتاخد اللبس الخرافي ده. اللبس طبعا جامد يا شباب، والخوذه بتاعته جميله جدا. وبس كده يا شباب، دي نهاية الفيديو، وبكده اكون شرحت لكم كل اللي اقدر عليه من ناحية الايفنت ده والتحديث الجديد. فاشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.